مباراة الوداد ضد فريق الترجي التونسي، مباراة الحسم بين الفريقين. خليكم معايا نشوفوا أطوار المباراة. فوز فريق الوداد الرياضي على مضيفه الترجي التونسي بركلات ترجيح. شفنا في الشوط الأول قوة وسيطرة فريق الوداد على مجريات المباراة، الفريق اللي كان تكتيكي، الفريق اللي كيلعب الكرة بهدوء، عكس فريق الترجي أصحاب الأرض اللي استعصى عليهم الأمر في وصول إلى شباك حارس مطيع. وضيع فريق الوداد الشوط الأول بحيث خرجوا منه خاليين الوفاض، ودخلنا في الشوط الثاني وتقلبت الأمور، وأصبحنا كنشوفوا فريق الوداد كيعاني ضد فريق الترجي التونسي من حيث المحاولات واختراق خط الدفاع، عكس فريق الترجي التونسي اللي دخل بنفس جديد وعازمين على الفوز. وكان فريق الترجي منظم تكتيكيا عكس الشوط الأول. وفي الدقيقة 66 وبتمريرة من بوغرا للاعب رودريغيز وبرأسية سجل الهدف اللي نقولوا عليه الهدف الوحيد في المباراة، وهدف التعادل الذهب، الهدف اللي خلى الترجي يصبح تقريبا مسيطر على المباراة رغم المحاولات الضعيفة للوداد، واللي من أسباب الفشل ديالها طمع اللاعبين في التهديف. هذا المشكل سبق اللي هضرت عليه، بحيث لاعبين الوداد ما كيموروش الكرة وكيحتفظوا بها رغم وجود عناصر قريبة من التهديف، عكس فريق الترجي اللي الإصرار ديالو كان كبير على الفوز من التهديف شخصيا. مهم تكمل العملية وتسجل الهدف. ومن حظ فريق الوداد تم إلغاء هدف وتم التصدي لهدف قاتل في الدقيقة 87 من حارس مطيع، لتنتهي المباراة بالتعادل واللجوء إلى ضربات ترجيح، واللي حالف فيها الحظ فريق الوداد الرياضي بنتيجة 5 أهداف للوداد و4 للترجي. هنيئا لفريق الوداد، ونتمنى نشوفوا أداء في النهائي أحسن ويكون فريق متألق، وعلى المدرب عادل رمزي وجود الحل للمشكل اللي عنده في الهجوم. وفي الأخير نتمنى كل التوفيق لفريق الوداد، وهنيئا مرة أخرى على الفوز في المباراة أمام فريق الترجي التونسي.